الفيلم بيبدأ مع أسرة مكونة من أب وأم وأخ وأخت عايشين في مزرعة على جبال منعزلة تماما عن المدينة. وفي يوم من الأيام الأب بيشوف شخص غريب ماشي ورا الأم بيضايقها وهي راجعة للمزرعة. الأب بيقلق جدا على الأم وبيدخل البيت بسرعة يجيب البندقية بتاعته عشان يدافع بيها عن مراته. والأخين لما بيشوفوه بيقلقوا هما كمان وبيروحوا ورا باباهم عشان يفهموا ايه اللي بيحصل. الأب بيفضل يجري ورا الشخص ده وفجأة بنسمع صوت رصاصة والأب بيقع على الأرض وبيموت، والأطفال بيشوفوا هدية في علبة جنبه على الأرض. وبنعرف إن الشخص اللي كان بيضايق الأم وخلص على الأب قدام أسرته يبقى عمدة المدينة. وبتمر سنين والأخت لسه بتخاف لما بتسمع صوت رصاص الصيادين من بعد حادثة موت باباها. وبرغم إنها كبرت دلوقتي أول لما بتسمع صوت الرصاص بتمشي من الغابة. وأول لما بترجع للمزرعة بتقابل أخوها الصغير ومامتها اللي بقت بتعمل كل حاجة في المزرعة بمساعدة أولادها بعد موت باباهم. وده بقى الروتين اليومي للأسرة بعد موت الأب. ومع مرور الوقت الأم بتكون مريضة جدا، وده بيخليها تبعت ولادها الاتنين للمدينة عشان يجيبوا طلبات المزرعة. بس في الوقت ده الأخين بيشوفوا ابن العمدة في مزرعته وبيتفرجوا عليه وهو بيدرب حصانه. وابن العمدة هو كمان بيشوفهم وبيعجب بالبنت جدا لأنها جميلة. والأخين بيكملوا مشي وهم مبسوطين لحد ما بيوصلوا أخيرا للمدينة. والبنت بتدخل الماركت تشتري طلبات المزرعة كلها من البياع. وأول لما البنت بتخرج من الماركت بيشوفها جزار المدينة وبيعجب بيها هو كمان، وبيفضل مركز معاها جدا. وحتى العمدة هو كمان بيكون واقف في الشباك وبيشوفها وهي ماشية وبيكون مركز معاها. وأول لما البنت بتاخد بالها من العمدة بيتحرج وبيدخل جوه البيت بتاعه وبيقفل شباكه. والأخين بيرجعوا تاني للمزرعة، وتاني يوم البنت بتصحى ولما بتخرج من البيت بتشوف هدية جنب الباب شبه الهدية اللي شافتها في أول الفيلم. البنت بيكون عندها فضول تعرف الهدية دي مين جابها وفيها ايه، فبتقرر تفتحها وبتلاقي جواها فستان زفاف أبيض جميل بيعجب البنت جدا وبتقرر تلبسه. بس لما مامتها بتشوف الفستان ده مع بنتها بتتضايق جدا وبتاخده من بنتها. واضح ان الأم فاهمة حاجة البنت مش عارفاها، وبدون أي تفكير الأم بتحرق الفستان. وبتمر الأيام والأسرة بتمارس روتينها اليومي كالعادة لحد ما بيجي يوم والبنت بتسيب أسرتها وبتروح لوحدها للغابة عشان تنزل البحيرة بحريتها. أما الأخ بيكون هنا وبيحس بالقلق على مامته، وأول لما بيدخل أوضتها بيكتشف إنها مش بتتكلم ولا حتى بتتنفس. وهنا بيفهم على طول إن الأم ماتت خلاص. وبنرجع تاني للبنت اللي كانت في البحيرة وفاكرة نفسها لوحدها هنا عشان كده واخدة كل حريتها. بس فجأة بيظهر ابن العمدة في المكان، وأول لما بيشوفها كده بيفضل يتفرج عليها وبيحاول يقرب لها، بس البنت بتخاف منه جدا وبتضربه عشان تهرب منه قبل ما يأذيها. لكنه بيكون مصمم يعمل معاها علاقة حتى لو بالغصب. وطبعا البنت مش بتقدر تدافع عن نفسها وبتستسلم بعد ما بتفشل في الهروب منه. وبعد فترة ابن العمدة بيسيبها وهي بترجع للمزرعة تاني، بس بتكون مجروحة ومش قادرة تمشي. وأول لما أخوها بيشوفها كده بيجري عليها عشان يساعدها وبيرجعها تاني للمزرعة. والبنت بتفضل حزينة جدا، وأخوها هو كمان حزين وفقد النطق بعد ما فقد باباه ومامته. بس دلوقتي الأخين لازم يستعيدوا قوتهم ويدفنوا جثة مامتهم، وبيتفقوا مع بعض إنهم يخبوا سر موت مامتهم لأنهم خايفين أهل المدينة يعرفوا إنهم دلوقتي بقوا أخين يتامى ويطمعوا فيهم. الأخين دلوقتي هما المفروض يحموا نفسهم ويعتمدوا على نفسهم في كل حاجة. أما ابن العمدة بيرجع للمدينة وبيقابل صاحبه الجزار اللي أول لما بيشوف الجرح اللي في رقبته بيعرف إن الجرح ده من البنت. والناحية التانية الأخين بيدفنوا أمهم جنب باباهم. وبتمر الأيام على الأخين وهما بيزرعوا وبيعملوا كل حاجة في المزرعة بنفسهم. بس بيجي وقت والبنت بتحتاج تنزل للمدينة عشان تجيب طلبات المزرعة مرة تانية. وأول لما البياع بيشوف الجروح اللي في وشها بيقلق جدا عليها وبيحاول يفهم منها ايه اللي حصل لها، وبيعرض عليها يساعدها لكنها بتخاف منه وبتمشي للكنيسة. وفي نفس الوقت بنشوف الجزار وهو بيراقبها من بعيد. والعمدة هو كمان بيدخل الكنيسة وراها، وأول لما البنت بتحس بيه بتخاف جدا وبتخرج من الكنيسة وتسيبه. لكنها وهي في طريقها الجزار بيرخم عليها، بس البنت بتتجاهله برضه وبترجع للمزرعة بسرعة عشان تطمن على أخوها. وأول لما بتوصل بتجهز بندقية باباها عشان تحمي بيها نفسها هي وأخوها من أي حد يتعرض لهم. ولما بيجي الليل البنت بتفضل صاحية تحرس المزرعة وأخوها اللي بيكون نايم. وفعلا بتسمع صوت حد بره في مزرعتهم، بس لما بتخرج بره مش بتلاقي أي حد نهائي. فبتقرر ترجع للبيت تاني، وهنا بقى بتشوف حد من ورا الشباك وبتضرب عليه رصاص لكنه مش بيتصاب.
والأخ بيصحى على صوت الرصاص وبيروح يتحامى في أخته بسرعة، بس العصابة بتيجي من وراه وبيمسكوه وبيهددوها بيه عشان تعمل لهم كل اللي يطلبوه منها. وطبعا البنت مش بيكون عندها أي اختيار غير إنها تستسلم للعصابة وإلا هيخلصوا على أخوها قدام عينيها. وفعلا بتديهم البندقية، والمرة دي الجزار هو اللي بيعتدي عليها بمساعدة ابن العمدة ومارتن، وكل ده بيحصل قدام أخوها الصغير. وتاني يوم بنشوف شرطية بتيجي للمدينة، وبنعرف هنا إن البياع هو اللي طلب منها تيجي عشان يحكي لها عن حالة البنت بعد ما شاف أثر الجروح اللي كانت في وشها، وبدأ يحكي لها قصة البنت وأسرتها كلها. بس فجأة بيدخل العمدة عليهم وبيسمع كل كلامهم عن الأخين، والبياع بيخاف أول لما بيشوفه ومش بيكمل باقي القصة للشرطية اللي بتخرج وبتلاحظ إن الجزار مركز معاها جدا. وبنرجع تاني للأخ اللي بيكون بيعالج أخته من الجروح اللي في جسمها، وأول لما بيسمع صوت عربية بتقرب من مزرعتهم بيخاف جدا على أخته وبيقرر يرجع للبيت ويقفل عليهم الباب كويس جدا عشان محدش يدخل لهم ويأذيهم مرة تانية. بس المرة دي بتطلع الشرطية هي اللي كانت جاية لهم عشان تساعدهم، بس هما كانوا قفلوا الباب عليهم خلاص. عشان كده الشرطية بتقرر تشوف باب تاني تدخل منه البيت، وفعلا بتدخل البيت بس الأخين بيكونوا استخبوا منها. ورغم ان البنت شافتها خافت تخرج لها لانها فاكراها ممكن تكون جاية عايزة تاخد اخوها منها وتفرق الاخين عن بعض. وبيمر الوقت والشرطية بتمشي وبتسيب الاخين لوحدهم. اما هنا بنشوف العمدة وهو بيزور قبر الاب اللي خلص عليه في اول الفيلم وكأنه ندمان على الجريمة دي. ولما الليل بيجي الاخت بتكون نايمة من التعب، والاخ هو اللي بيكون صاحي واخد بندقية باباه وقاعد قدام باب البيت عشان يحمي اخته من العصابة. وبنرجع تاني للعمدة اللي بيروح لابنه وبيعرفه ان في شرطية جات المدينة وبتدور على البنت عشان تحقق معاها لانها عرفت ان في حد حاول يأذيها. العمدة كان بيقول الكلام ده لابنه عشان يحذره من الشرطية. وتاني يوم كل اهل المدينة بيكونوا في الكنيسة، والشرطية بتيجي وبتحاول تتكلم مرة تانية مع البياع لكنه بيخاف يكلمها وبيتجاهلها تماما. ولما بنشوف جروح في وشه بنعرف ان في حد ضربه وهدده يتكلم مع الشرطية مرة تانية. وبعد كده بنشوف العصابة بيتجمعوا وبياخدوا الأسلحة بتاعتهم، وهنا بنفهم إنهم عايزين يخلصوا على الأخين عشان الشرطية ما تعرفش الحقيقة، لأنها لو عرفت الحقيقة هتسجنهم. بس قبل ما يوصلوا لهم الأخ بيشوفهم وبيروح يقول لأخته بسرعة عشان يهربوا من المزرعة، لكنها في الوقت ده بتكون خلاص فقدت الأمل وقررت تستسلم لهم. بس الأخ بيقنعها في الوقت المناسب وبيهربوا هما الاتنين من المزرعة فعلا. ولسوء حظهم مارتن بيشوفهم وهما بيهربوا لكنه مش بيقدر يضرب عليهم رصاص، والجزار بيتضايق منه انه سابهم يهربوا في الغابة، وبيجمع العصابة لانه لسه مصمم يخلص على الاخين، وبيقرروا يدخلوا وراهم الغابة وبيفضلوا يطاردوهم في الغابة. والبنت بتقرر تنفصل عن اخوها عشان يقدروا يشتتوا انتباه العصابة ويهربوا منهم بسهولة. وفعلا كل واحد منهم بيمشي في اتجاه، بس ابن العمدة بيقدر يحدد مكانهم لانه في الاساس صياد، وبيفضلوا يضربوا رصاص على مكان البنت عشان تطلع لهم لكنها بترفض الاستسلام. وفي نفس الوقت ده الشرطية بتروح للبياع بيته وبتفضل تخبط عليه لكنه بيخاف يفتح لها ومش بيرد عليها، وهي بتفهم انه خايف وبتمشي وتسيبه. اما البنت كانت بتحاول تهرب من العصابة، بس مارتن بيشوفها وبيجري وراها وبيمسكها من رجلها عشان ما تهربش منه على الجبل. والجزار بيكون شايفها وهي بتحاول تهرب من مارتن، وقبل ما يضربها بالرصاص ابن العمدة بيجي وبيشتت انتباهه وبيمنعه يضربها. وفي نفس الوقت البنت بتستغل الفرصة دي وبتضرب مارتن لحد ما بتوقعه على الجبل وبتخلص عليه، وبعدها بتهرب. وده بيعصب الجزار جدا وبيتخانق مع ابن العمدة، لكنهم بيوقفوا خناق وبيرجعوا يدوروا على الولد اللي كان بيحاول يهرب منهم في الغابة. وبالغلط الولد بيروح للمكان اللي الجزار موجود فيه والجزار بيمسكه، والبنت بتفضل تدور على اخوها في كل مكان في الغابة لحد ما بتعرف ان العصابة مسكته، فبتقرر تعمل صوت شبه صوت الطيور عشان اخوها يسمعها ويجيلها. وفعلا الاخ بيسمعها وبيحاول يتظاهر انه فاقد وعيه، بس ابن العمدة بياخد باله منه وبيعرف انه بيخدعهم، واول لما الولد بيحاول يهرب منهم بيمسكوه، والبنت بتخليهم يشوفوها عشان محدش فيهم يأذي اخوها ويتشغلوا بيها. وفعلا ابن العمدة بيروح وراها والجزار بياخد الولد وبيروح وراهم هو كمان لحد ما بيوصل هنا، والبنت بتكون مستخبية منه ومستنية الوقت المناسب عشان تضربه، وفعلا بتضربه والولد بيجري منه. وفجأة بنسمع صوت رصاصة ضربت الجزار، وبنكتشف ان ابن العمدة هو اللي ضربه وخلص عليه، ودلوقتي هو عايز يخلص على الاخين هما كمان. عشان كده هما الاتنين بيجروا منه بسرعة، بس كل واحد فيهم بيمشي في اتجاه مختلف عن التاني،
وابن العمدة بيفضل يطارد البنت وبيحاول يضربها وهي بتجري منه، وفعلا في رصاصة بتيجي في رجلها لكنها بتتماسك وبتقدر تستخبى منه، وكمان بتحاول تعالج رجلها عشان ترجع تنقذ أخوها. بس لما بترجع تدور عليه الليل بيجي وهي بتتعب، فبتقرر تستريح في الكهف ده لحد الصبح وترجع تدور تاني على أخوها، وبتقلع كل هدومها اللي غرقانة عشان تتدفى. وتاني يوم الصبح الأخ بيكون رجع للمزرعة مرة تانية وبيقابل الشرطية هناك. أما البنت بتسمع صوت ابن العمدة برا الكهف وبتكون مرعوبة جدا منه ومش بتخرج غير لما بيبعد عن المكان، وبتفضل تعافر لحد ما بتوصل للمزرعة بتاعتهم، لكنها بتتصدم لما بتلاقي ابن العمدة مستنيها هناك. وقبل ما يخلص عليها الشرطية وأخوها بيجروا عليها عشان يحموها منه، والشرطية بتقرر تضحي بحياتها عشان تنقذ الأخين من ابن العمدة. بس البنت بتتحدى الخوف وبتقف قدام البندقية بتاعته. في البداية هو بيكون متردد لكنه بعد كده بيرفع البندقية عليها، وقبل ما يضربها في شخص بيضرب عليه رصاص من ورا وبيخلص عليه، وبيطلع الشخص ده هو العمدة اللي طول المدة اللي فاتت دي حاسس بالندم وقرر يخلص على ابنه عشان ينقذ الأخين منه. وبعدها بيروح للبنت وبيديها بندقية باباها عشان تخلص عليه وتاخد حق باباها منه. البنت كانت فعلا هتضرب العمدة بس في الآخر بتقرر تسامحه لأنه أنقذ حياتها، والشرطية بتاخد الأخين وبتمشي من المزرعة دي. وهنا البنت بتشوف نفس الهدية في عربية العمدة وبتفهم إنه نفس الشخص اللي جاب لها الهدية. وبيخلص الفيلم هنا.